نتابع على اللوحة تنبيه: من مد العارض للسكون من القراء بمقدار حركتين لم يعتد بالسكون العارض، وشرحت لكم ذلك. ومن مده 4 حركات اعتد بالسكون العارض اعتدادا جزئيا، ومن مده 6 حركات يعني للعارض السكون اعتد بالسكون العارض اعتدادا كليا وحمله على اللازم. كررت لكم هذه المعلومات عدة مرات حتى من لم يحفظها من المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة يحفظها من المرة الرابعة أو الخامسة. التنبيه الثاني نرى على اللوحة: من مد المنفصل من القراء بمقدار حركتين لم يعتد بمجيء الهمزة في الكلمة الثانية، يعني كأنه ما جاء همزة، يبقيه مدا طبيعيا. ومن مده أقل من المتصل اعتد بالهمز في الكلمة الثانية ولكن اعتدادا جزئيا. أما من مده بمقدار مساو للمتصل اعتد بالهمز في الكلمة الثانية اعتدادا كليا. اعتد بالهمز في الكلمة الثانية اعتدادا كليا. هذا الذي ذكرناه إلى الآن كله الله يسلمكم قواعد عامة، بينا الأساس الذي بنينا عليه القاعدة. القاعدة أكررها للمرة الأخيرة: إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا.